مساء الخير واهلا وسهلا بكم في برنامج جديد كلام عن الكرة مع احمد اسامة. عايزين النهاردة نتكلم عن المشكلة اللي حصلت في نادي الزمالك ما بين شيكابالا ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور. والله انا شايف وجهة نظري بالنسبة للموضوع ده. هو طبعا شيكابالا محق جدا في كل حاجة قالها، لان في نقطتين مهمين جدا قالهم. اول حاجة، هو صحيح المفروض ان شيكابالا كان بياخد عقده 1000 جنيه. عقده يا جماعة كان عبارة عن 1000 جنيه. ال1000 جنيه دي كان بيتخصم الباقي كله عشان يتخصم. كان بيتخصم باقي الفلوس من الفلوس بتاعته عشان تروح لنادي سبورتنج لشبونة. طيب، هو كل ده ما كانتش بتتخصم. طب الفلوس دي كانت بتروح لفين؟ يعني الفلوس دي حد يقول لنا كانت كده بتروح فين؟ دي اول حاجة. تاني حاجة، دلوقتي هو كان حاجة تانية. شيكابالا طبعا كان ساعتها سعر الدولار اياميها، طبعا الكلام ده كان مش عارف ب7 جنيه ولا ب5 جنيه، أنا مش متذكر يعني. دلوقتي الدولار حاجة و30 جنيه، فطبعا الفرق كتير جدا جدا جدا. فطبعا من حقه يسأل الفلوس دي راحت فين. من حقه ان فريق يخاف على نادي الزمالك، ومن حقه ان يخاف على سمعة نادي الزمالك والكورة بتاعته. فالفريق كده يعني انا مش عارف. مفيش صفقات لغاية النهاردة، مفيش اي حاجة اتعملت جديدة لغاية النهاردة. فدلوقتي انا مش عارف يعني هو التفكير في ايه. كله عايزين نفك القيد. فين الصفقات؟ انت خد بالك لغاية يوم 31 اغسطس. 31 اغسطس ده اي صفقة هتجيبها جديدة، الصفقات دي كلها هتلعب معاك في افريقيا في قدام دور 32. لو جبتها ما بعد شهر 9 هتلعب معاك في المجموعات. طيب انت يعني انا مش عارف انت منتظر ايه. والكونفدرالية دي زي ما انا قلت في فيديوهات قبل كده مهمة جدا جدا جدا. لان الكونفدرالية دي بسم الله الرحمن الرحيم خدتها، هنبص في ورقك ممكن تلعب في كاس عالم انديه ولا لا. ما خدتهاش خلاص، انت كده مش موجود اصلا. مش هنبص لك في حته انت تنفع تلعب كاس عالم ولا لا. فده شيء مهم جدا جدا على تخص نادي الزمالك. ففي انتظار ان احنا نشوف صفقات جديده ونشوف حاجات جديده هتحصل في النادي. واتمنى يعني كله يتكاتف، لان فعلا النادي فعلا في ازمه كبيره جدا 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 جدا، ازمه طاحنه يعني. فأتمنى من الجميع إن احنا نتكاتف، والوزارة تعمل أي حاجة تساعد بيها نادي الزمالك، يا ريت. فأتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك. أخش بعد كده تاني حاجة عايز أتكلم فيها. نتكلم في تجديد عقود لاعبي نادي الزمالك. الناس تقول لك فتوح وتقول لك زيزو وتقول لك الناس دي رايحين النادي الأهلي أو رايحين أي نادي تاني. يا جماعة، هو بعيدا عن رايحين ولا مش رايحين، هو في حاجة مهمة. زيزو لسه قدامه سنتين، يعني حتى لو هيمضي لأي نادي، يناير اللي بعد الجاي، يعني يناير 2025 لا يمضي لأي نادي. بسم الله الرحمن الرحيم. دي أول حاجة. تاني حاجة، فتوح يناير الجاي يمضي لأي حاجة. كل شوية حد يسمعه يجي يقول فتوح يا جماعة خلاص بقى في الأهلي. يعني ما في الأهلي إزاي؟ هو ما يقدرش، ده لو حتى عايز يروح الأهلي ما يقدرش يمضي حاجة دلوقتي. ما يقدرش، لأن ساعتها كل اللي هيحصل الأهلي هيتوقف وفتوح هيتوقف. لو حاجة زي دي ظهرت، فدي اصلا سهله جدا. الاهلي وفتوح يتوقفوا، فعشان خاطر بتمضي واحد غير خارج الفتره بتاعته. فانا مش عارف الناس بتفكر في ايه. تاني حاجه عايزين نتكلم فيها بعد كده خصوص النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا زي ما احنا عارفين شفنا التخبط والحاجات اللي عماله تحصل. يعني اللي عمله مجلس الاداره كانوا بالظبط رش ملح على التورته. التورته كانت يعني هو دلوقتي كل البطولات الاهلي خدها، رش تورت ملح على التورته، بوظ كل حاجه. ليه؟ سيد عبد الحفيظ. وعايز اقول ان مفيش اهلاوي مبسوط. كل الاهلاويه بلا استثناء زعلانين ان سيد عبد الحفيظ يمشي. سيد عبد الحفيظ لازم كان المفروض يكمل في البطوله دي، يكمل مع النادي الاهلي عشان ياخد جنزين من البطولات. فبصراحه يعني كل الناس مستاءة ازاي سيد عبد الحفيظ مشي. حاجه غريبه يعني. يا ريت الناس توضح وتعمل. بعيدا عن سيد عبد الحفيظ بقى رايح شركه الكوره، رايح اي حاجه في نادي. مبدئيا سيد عبد الحفيظ رفض. وسيد عبد الحفيظ ان شاء الله في شهر 10 القادم هيطلع في برنامج على قناه صدى البلد. هتشوفوه في برنامج صدى البلد. هيبقى يعني هيبقى هاني حتحوت هيطلع 4 ايام، وسيد حفيظ هيطلع 3 ايام. زي كده ما بتشوفوا ابراهيم فايق بيطلع 4 ايام مع على اون تايم سبورت 2، ومدحت شلبي 3 ايام. هيبقى نفس القصه، هيبقى البرنامج متقاسم ما بينهم هما الاثنين.
فطبعا عايزين نشوف الايام الجايه ايه اللي هيحصل. وطبعا بالنسبه للصفقات الجديده، هو لغايه دلوقتي زي ما احنا عارفين جاب امام عاشور وجاب رضا سليم، لسه محتاج ناقص مهاجم اجنبي. والاهلي كده قائمه الاجانب كلها اكتملت عنده، مش ناقص اي قائمه تانية في الاجانب عنده، كل القائمه كلها اكتملت عنده. لو جاب اي لعيب اجنبي تاني اللي هيقرب للرحيل هو القندوزي، وهيرحل اعاره. هل هيرحل بقى لمصر مثلا نادي سيراميكا عارض، هيرحل بره مصر في أندية تانية عارضة؟ هنشوف القرار هيوصل لإيه. آخر حاجة نتكلم فيها ومن وجهة نظري الشخصية، يعني نادي بيراميدز. أعتقد إن نادي بيراميدز هو أقوى نادي وأقوى سكواد في أفريقيا كلها. أعتقد إن هما ملهمش حجة إن هما ياخدوا البطولة. ما أعتقدش إن هما يعني حجة إن هما ما ياخدوش البطولة. ياخدوا البطولة ان شاء الله باذن الله، افريقيا والدوري والكاس. عندكم سكواد بسم الله ما شاء الله، مفيش غلطة مفيش غلطة. فمفيش حاجة ناقصاكم. اشرف بن شرقي خلاص، اشرف بن شرقي خلاص، يعني خلال ساعات هيبقى في بيراميدز. طارق حامد لسه في كلام، ممكن ممكن لا. فاعتقد ان يعني سكواد عالمي مفيهوش مشكلة. اتمنى بقى الفيديو هذا يعجبكم وتعملوا لايك وسبسكرايب، واتمنى ان كل الناس تدعمنا عشان الفيديو يوصل لاكتر ناس ممكن. وبشكر كل الناس اللي دايما بتقول على ارائي. وفي فيديوهات جاي، في فيديو تاني هعمله لكم بقى، في بقى اخبار وحكايات، اخبار عالمية واخبار جديدة. نتكلم بقى شوية في الكرة العالمية، زي ما في ناس كتير من اصحابي كلموني وقالوا لي عايزين نتكلم في الكرة العالمية، وفي ناس من دول عربية قالت لي عايزين نتكلم في الكرة العالمية. ان شاء الله كل حاجة هتتعمل وكل حاجة تبقى كويسة. واتمنى كل الخير للكرة المصرية وكل التوفيق ليكم كلكم. متنسوش اللايك وسبسكرايب. شكرا ليكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.